السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض مدفونة البطاطس، صيادية البطاطس. في يسموها صيادية، في يسموها احنا عندنا بورسعيد بنسميها مدفونة البطاطس. معانا بطاطس مكعبات، معانا ورق لوري، معانا بصل مبشور، الرز مغسول، التوابل بتاعتنا كمون وكاري وكركم وملح وحبهان بودر وسنة فلفل اسود. يلا بينا على الطاسة بتاعتنا اللي على النار. الطاسة بتاعتنا اهي على النار وحاطين فيها زيت. دي مبتحطش زبدة ولا سمنة. ونحط البصل بتاعنا ونقلبه نقلبه. احنا عايزينه يبقى بني غامق، يعني ايه، ملح، مش يبقى محروق يعني. نسيبه نقعد نقلب فيه كده لحد ما يوصل. بدأت تصفر شوية، طبعا مش ده اللون اللي احنا عايزينه لسه، بس خلينا متابعين البصل. بصوا قربت اهي بصلة المدفونة او الصيادية زي ما انتوا شايفين، لسه شوية عليه، خلينا متابعين معاه. دي المرحلة بقى اللي احنا هنضيف فيها ايه. احنا ضفنا المية السخنة وضفنا كده الورق اللوري اسمه ايه التوابل بتاعتنا اهي. بصوا اهي، نسيبها تغلي بقى شوية غلوتين كده عشان ايه نضيف البطاطس بتاعتنا. كده الشوربة بتاعتنا غليت، نحط ايه البطاطس تاخد غلوتين بس عشان ما تتهريش، لان لسه هتستوي مع ايه، مع الرز. بس نغطي عليها كده بقى. وقت ايه خدت غلوتين وايه تسيبوها تتهري في الشوربه البطاطس، انها لسه بتاخد غلوتها مع ايه، لسه بتستوي مع الرز. بصوا كده مظبوط، زي اي رز المدفونه، زي اي رز بالبطاطس. بنسيه ويغلي ونوطي عليه. يلا بينا، غطينا عليه، لما يغلي هنوطي عليه. خلصنا المدفونه بتاعتنا. بصوا الجمال والحلاوه. بصوا احلى تفليته والله. اهي الايام دي محتاجه تعملوا الحاجات دي. كده كده العيد جاي عليكم، هتاكلوا لحمه زي ما انتوا ايه عايزين، بس لازم تجربوا ايه مدفونه البطاطس الجميله دي. بصوا الجمال. بصوا 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 البطاطس مش مهريه ازاي. بصوا بصوا، يعني ايه، ولا مهريه ولا ناشفه، مظبوطه بالشعر. جربوا الوصفه دي وهتدعولي. يلا قوموا جربوها. بالهنا على قلوبنا وقلوبكم. وما تنسوش ترنوا الجرس وتدوسوا لايك وتجربوا ايه احلى وصفة دي ولا ايه. احلى مدفونة بالبطاطس. يلا سلام عليكم.